و37 دقيقة من الشوط الأول، ولا زالت النتيجة كما هي في ال10 دقائق الأولى من هذا الشوط. التعادل بين الفريقين، الهلال والنصر بهدف لكل منهما. مرزوق سلطان لعبها لريفو، يحاول يشوت الهدف الثاني للهلال. جول، هدف بيسجله نجيب الإمام، هدف. وهنا الفرحة على لاعبية الهلال، عناق لنجيب الإمام رقم 11 اللي سجل الهدف. وأصبحت النتيجة هدفين للهلال وهدف واحد للنصر.